التعامل مع الأدوية لازم يكون بحذر شديد جدا، لأن الأدوية أي غلطة فيها ممكن تعمل مشاكل كبيرة جدا. طيب خلينا نقول على بعض المشاكل أو بعض الأخطاء اللي ممكن تقع فيها لو أنت بتتعامل مع الأدوية. أول حاجة وباخد بالي منها وناس كتير بتقع في المشكلة دي وبتجيب معاهم أثر سلبي جدا، هي إن هو لو بياخد دواء معين مضاد حيوي، خصوصا موصوف له كورس مضاد حيوي، أو مريض ضغط وماشي على دواء ضغط سواء حديث أو ماشي عليه بقاله فترة، أو مريض سكر وماشي على كذا نوع من الأدوية، فجأة وبدون أي سابق إنذار وبدون أي استشارة لأي دكتور أو صيدلي بيروح موقف العلاج، سواء المضاد الحيوي، سواء دواء الضغط اللي الدكتور كاتبهوله وماشي عليه، سواء دواء واحد من أدوية السكر اللي ماشي عليها، أو واحد من أدوية الضغط اللي ماشي عليها، أو أيا كان الدواء اللي هو بياخده تحت وصفة طبية لفترة معينة بيروح موقفه من نفسه. ده غلط جدا. مش معنى إن أنت حسيت بتحسن فتروح موقف الدواء بتاعك إن الدواء أو إن المرض اختفى، لأ بالعكس، أنت كده ممكن تعمل أثر سلبي كبير جدا وتؤدي نفسك بعد كده لمشاكل كبيرة جدا. فيبقى ممنوع إن أنت توقف أي دواء بتاخده لأي حاجة بدون استشارة الدكتور لو هو كان قايل لك امشي عليه فترة معينة. وللعلم في بعض الأدوية اللي بيكون التوقف عنها بروتين وبريجيم معين، مش انك خلاص هتوقفه النهاردة يبقى توقفه النهاردة، وفي أدوية كتيرة مشهورة وأمثلة للمواضيع دي. فيبقى انت ما توقفش الدواء بتاعك مرة واحدة، ما تقومش كده من النوم تقول والله انا بقيت كويس الحمد لله، انا كان عندي دور سخونية او عندي التهاب في مكان كنت باخد له مضاد حيوي وخفيت، فخلاص كده بقى بعد برشامتين تلاتة انا خفيت، فخلاص بقى ما عادش لازم مضاد الحيوي، انا بقيت زي الفل. طبعا ده ما ينفعش. انت ماشي على دواء ضغط، حسنت وبقيت كويس مع الوقت مع الدواء، فقررت ان خلاص بقيت كويس وخفيت من الضغط، برضه مفيش الكلام ده. ادوية السكر نفس الموضوع، يبقى ممنوع ان انت توقف اي دواء من تلقاء نفسك، علشان ده هيدخلك في مشاكل كبيرة جدا. اي دواء لازم يقف يبقى لازم باستشارة الدكتور او الصيدلي. اتمنى تكون الحلقة مفيدة، اتمنى الناس اللي بتعمل الموضوع ده تتوقف عنه فورا، الناس اللي بتفكر فيه برضو تتراجع عنه، الناس اللي تعرف اي حد وقف دواء كده مرة واحدة قالك انا بقيت كويس مبقتش محتاج الدواء، يا ريت ان انت تنبهه للموضوع ده، علشان ممكن تكون انت كده ساعدت في انقاذ حياته. زي ما قلنا يا ريت لايك للفيديو، اشترك في القناة لو في اي سؤال عن اي شيء فيما يخص الادوية او المستحضرات او الاعشاب سيبولي تحت في التعليقات وانا هجاوبك عليه في اسرع وقت ان شاء الله. اتمنى تكون حلقة مفيدة، اتمنى ان تكونوا استفدتم، واشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.